بابا تعب، رحت قعدت معاه 3 ايام بالعدد، رجعت لقيت التلاجة بالشكل ده. سؤال بقى يرضي مين؟ الكركديه واقع هنا وواقع هنا، اكياس عيش في المحل زياده طلعوها، اكياس سلطه في المحل طلعوها، علب سلطه طحينه طلعوها، بواقي اطباق، حاجات ناشفه، علب الجبنه بيفتحوها ياخدوا معلقه ويسيبوا الباقي. هو في ايه؟ بصوا الشكل يا جماعه، بصوا المنظر، وكلكم والاكياس اللي ماليه التلاجة اللي مليانه بصل. طب ايه علاقه البصل بالتلاجة؟ وطماطم وخيار بايظ، يعني حاجه مفيش بعد كده. من كام يوم انا نزلت لكم فيديو تنظيم التلاجة، كان في نفس اليوم ده انا رجعت من عند بابا لقيت المنظر بشع كده. رحت بقى مسكت التلاجة نضفتها وبعدين نظمتها. طبعا احنا مش هننزل دلوقتي التنظيم، احنا اوريدي خلاص عملناه. احنا هنشرح الطريقه الصح لتنظيف التلاجة، بلس بقى اني هرد على اكتر سؤال سالته: ساره هي دي تلاجة واحده ولا تلاجتين؟ ساره طب سعرها كام؟ يعني هي غاليه قوي كده ولا مش غاليه؟ طيب عمليه ولا لا؟ في الفيديو ده ان شاء الله هتلاقي الرد على كل الاسئله اللي انت عايزاها بخصوص التلاجة بتاعتي. اول حاجه عملناها فضينا التلاجة، مسكت رخامه المطبخ ونضفتها كويس جدا ومسحتها بالخل، وبدات ارص عليها كل حاجه انا بطلعها من التلاجة. وطبعا الحاجه اللي بطلعها بشوفها تمام ولا مش تمام. يعني الطبق ده فيه بقايا مخلل، مش قادره اوصف لكم يعني بقالها قد ايه. طبعا جبت كيس وبدات ارمي فيه الحاجات اللي ملهاش لازمه. كل دي علب سلطه الطحينه طالعه من المحل، طبعا مش عارفه مطلعينها عندي ليه. علب كتير بقى فضيتها. وشفت بقى العلب دي كمان فيها ايه، شفت الحاجات اللي انا كمان محتاجاها والحاجات اللي ناقصاني. الطبق ده كان فيه شويه رز وصباع كفته. يعني لميت بقى كل حاجه في التلاجة، وكلكم والاكياس اللي كانت مليانه درج التلاجة دي، بواقي خضره، بواقي خضار. نفسي اعرف يعني بتعمل ايه في درج تلاجتي. انا اصلا ما بحبش اشيل في درج التلاجة اي حاجه فيها خضار. وما اقولكوش بقى على علب الجبنه اللي كانت متاخد منها معلقه ومعلقتين، والجبنه فيها كمان ناشفه. انا مش عارفه انا قعدت عند بابا سنه ولا ايه، الموضوع كله كان 3 ايام. بصراحه مين بيحصل معاها كده؟ انا مش عارفه، احنا لو غبنا شويه الدنيا تخرب. بصراحه مش عارفه في ايه. المهم بدات كمان اشيل الارفف. شايفين الارفف فيها ايه؟ يعني انتوا مالكم مال الارفف؟ بصوا الارفف بايظه. بدات اخلع الرفوف رف رف. المهم فضيت التلاجتين، وده اول حاجه هقولها لكم ان دول تلاجتين يا جماعه مش تلاجه واحده. كل تلاجه مختلفه عن التانيه. المهم فضيت كل الرفوف، وفضيت الرفوف كمان الازاز. يا جماعه الرفوف كمان ازاز. طب يا ساره هي مش خطر؟ يعني لو حطينا عليها حاجه تقيله مش خطر؟ لا ما تخافيش، هي اي نعم ازاز بس بتستحمل كويس جدا. اهم حاجه بس ما تقعش منك على الارض فتترزع. فضيت كمان ادراج التلاجة، ومسكت بقى زي ما قلت لكم الرفوف كلها شلتها. طبعا انا بشيلها بحرص لان الحاجات زي ما انتم شايفين ازاز. هي رفوف الباب بتكون اكليريك، لكن رفوف التلاجة نفسها بتكون زجاج ازاز يعني. المهم فضيت كل حاجه زي ما قلت لكم، والتلاجة بقت معايا زي ما انتم شايفين كده. طبعا شايفين البهدله، كلكم والرده كوم. كيسين عيش في التلاجة، كل شويه ياخدوا رغيف عشان يحطوه في الميكرويف يعملوا ساندوتش. المنظر كان بايظ. المهم بنجيب بقى بولة كبيرة ونحط فيها مية دافية، ونحط في المية دي شوية خل محترمين، يعني مثلا ربع كوباية كده، وشوية صابون صغيرين. الخل هيخلي التلاجة نظيفة وزي الفل ومعقمة، وكمان هيخلي الصابون ما يعملش رغوة. طبعا بنطلع اسبونشة جديدة، سفنجة جديدة نغسل بيها. ما ينفعش ابدا نغسل التلاجة بسفنجة مكان الاطباق او فيها زفارة او اي حاجة، لا. سفنجة التلاجة بتكون لوحدها، بتخلصي بيها وبعدين تغسليها كويس وترجعي تشيليها تاني في كيسها في التلاجة، بتكون للتلاجة وبس. بتغسلي بقى كويس جدا الرفوف زي ما انت شايفة، ما بيكونش فيه اي رغاوي. زي ما قلت لك الخل مهم جدا. طبعا ما بتغرقيش التلاجة علشان البارومة، خلي بالك. الموضوع كله زي ما انت شايفة كده، اسبونشة سفنجة يعني، وتبليها تحطيها في البولة وخلاص. وبعدين بنجيب فوطة نظيفة تكون مخصوصة للتلاجة، وبمسح بيها كويس قوي التلاجة، اشيل اي اثار للصابون. وبعدين بقى بجيب الجلانس المخصوص للازاز، برش رشتين كده وبمناديل، وامسح التلاجة. المناديل بتاعه المطبخ، مش المناديل الورقيه العاديه الرفيعه دي، هتضايقك. ومسحي بيها كويس جدا. عايزه اقول لك كده بسم الله ما شاء الله هتكوني عقمتيها وبقت زي الفل. وعلى فكره المفروض تعملي العمله دي كل شهر، ما بتاخدش منك وقت تماما. كمان الرفوف كنت باخدها في الحوض اغسلها كويس جدا وانشفها كويس جدا جدا وارجعها تاني، بقت بالشكل الجميل ده بسم الله ما شاء الله. شايفين الرفوف يا بنات؟ بصوا يا بنات، كل حاجه بتكون كويسه مع الحفاظ عليها. التلاجة دي سامسونج، وهشرح لك دلوقتي كل تفاصيلها.
مهم كمان ان الحاجات اللي كانت موجوده في التلاجة نمسحها كويس بفوطه ناشفه ونرجعها التلاجة تاني، لان وارد جدا تكون مشبره لانها كانت في التلاجة وطلعناها. اي حاجه كانت في التلاجة تمسحيها بفوطه ناشفه وترجعيها تاني، هتحس ان كلها بقت نظافه في نظافه. ويلا بينا بقى علشان نشرح التلاجة. مبدئيا هما تلاجتين مش تلاجة واحدة. أول تلاجة هشرحها التلاجة اللي على الشمال، الاتنين ماركتهم سامسونج. موديل التلاجة اللي على الشمال RB34T632FS9. السعة بتاعتها 341 لتر، وكمان هي 12 قدم. الاستهلاك الشهري للموديل ده 24 كيلو وات في الساعة. وطبعا التلاجتين مطابقين للمواصفات القياسية المصرية، دول في التلاجتين. والتلاجتين زي ما قلت لكم موديل سامسونج. الموديل بقى اللي على اليمين اسمه RB34T671FS9. طيب الساعة 344 لتر و12 قدم. ايه تاني يا ساره؟ الاستهلاك الشهري لهذا الموديل 24 كيلو وات في الساعه. والتلاجة اقصد التلاجتين معاهم ضمان 10 سنين، والاتنين بيتم التخلص من التلج فيهم نو فروست، يعني ما بيعملوش تلج. التلاجة اليمين ما فيهاش مكان ننزل منه ميه، التلاجة الشمال فيها المكان اللي بينزل منه الميه. يعني دلوقتي التلاجتين على بعض عاملين 685 لتر. بسم الله ما شاء الله، حاجة كويسة جدا. كمان التلاجات من تحت كل تلاجة فيهم فيها 3 أدراج للفريزر، يعني كأنك جايبة تلاجة لوحدها وفريزر لوحده. وطبعا ده مش إعلان للتلاجة ولا شركة سامسونج إطلاقا، ده رد على الستات اللي سألوني والأمهات اللي سألوني علشان عايزين يشتروا تلاجة أو عايزين يجهزوا بناتهم. التلاجة دي عندي بسم الله ما شاء الله بقالها سنة، وبسم الله ما شاء الله زي الفل. وبالنسبه للسعر انا كنت جايباها زي ما قلت لكم من 11 شهر، وكنت جايباها في عروض عيد ميلاد كارفور، كانت نازله تقريبا 23%، فطبعا ده كان فارق معايا. التلاجة كويسه جدا ولطيفه، لكن تلاجتي ال LG افضل منها وامتن منها. تلاجتي الشرب افضل منها وامتن منها يعني، بس طبعا التانيين ضعف الثمن، فكل واحد بيجيب على قد امكانياته. التلاجة دي كويسه جدا وسعرها مناسب وزي الفل بصراحه، بس معاكي ماديه اقوى يبقى LG او شارب. ويا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه واكون شرحت لكم التلاجة بالتفصيل. ولو في حاجه مش واضحه قولوا لي في الكومنتات وانا عليا ليكم. وكنتم مع ساره سمير.